تعرف ان الجنيه هو العملة المدلعة؟ اصل من ساعة ما طلع يا سيدي واحنا بنسميه كل شوية باسم مختلف حسب حالته في الاسواق العالمية. في الاربعينات مثلا كان اسمه الاهيف، واوعى تفتكر يا صديقي ان الاهيف دي من الهيافة، الاهيف دي يعني نشيط، لانه كان بيتنطط قدام كل العملات الاجنبية، فكان سعر صرف العملات الاجنبية قدام الجنيه قروش، يعني مفيش عملة كسرت الجنيه المصري. وبعد شوية اتسمى باللحلوح علشان كان بيلحلح المسائل كده، وبعد كده اتسمى كمان بالجندي علشان شبهوه بالجندي اللي بيدافع عنك وبيكون مصدر قوتك. وبعد كده يا صديقي اتدلع بزياده وسموه البلبل، علشان زي ما كلنا عارفين البلبل صوته حلو لكن بيطير بسرعه، وسموه الابيج والملطوش والزغلول، واخيرا كوكو الضعيف. انا مش عارف هيسموه ايه بعد كده، لكن انا عن نفسي سميته المرحوم. انت بقى من رايك هتسميه ايه؟ ما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناه. كان معكم بشوي افلامين عكس التيار.